يا تبارك الرحمن، الريحة خنينة. وطبعا ما يحلى المموش من غير الدقوس. يا سلام، الطعم بالراس. وأهلا أهلا للمطبخ. اليوم بسوي مموش روبيان خنين على قولتهم، سهل ولذيذ وبنفس الوقت مفيد. هذا الماش الأخضر تلقونه عند كل العطارين. غسلته ونقعته تقريبا ساعتين بموية دافية. بديت أحمس البصل مع الفلفل الرومي إلين يصير لون البصل ذهبي. راح أضيف معجون الزنجبيل والثوم تقريبا ملعقة وأحمسه زين. أضفت الروبيان المغسول ومنظف ونحمسه سريع سريع. هنا عندي بصل بودرة أصفر وشوي ليمون أسود، شوي كمون، بهار السمك راح أضيفه على الروبيان وبرضو تقليبه. راح أملحه شوي وبعدين ندوق الملح. عندي هنا شبت مفروم راح أضيفه ونحمسه، وكزبرة وبقدونس تمام، وبرضو تقليبه. شوف الربيان ياخذ له بس حمسة ونشيله. ليش؟ لأنه كل ما طول على النار سبحان الله يجلد. فأنا أعطيته الحين حمسة، راح أشيله بصحن، حنضيفه بعدين على الرز. حنحط بمكان هذه الحمسة إيش؟ الماش. تمام؟ الحين حطيت في الحمسة شوية شبت كمان وكزبرة وبقدونس. الحين راح أضيف الماش. طبعا الماش أنا غاسلته وناقعته قبل الطبخ تقريبا ساعتين، بس كذا حمسة. شوفوا خليت كم حبة روبيانة، ما أخذتها كلها، خليت كم حبة روبيانة بس عشان الطعم والنكهة. حنضيف أصلا الباقي بعدين فوق على وجه الرز. راح أضيف الموية الحارة بسم الله، نخلي كذا الماش يستوي شوي قبل نضيف الرز. يعني ما راح أطول عليه. ليش؟ لأنه أنا ناقعته، يعني هو منقوع تقريبا 10 دقايق بعدين أكب الرز عادي. بعد ما أخذ الماش كذا غلوة، ما طولت يعني 7 دقايق، راح أضيف عليه الرز المغسول والمنقوع. عندي هنا رز عنبر بشاور، غسلته ونقعته بشوي خل وموية مغلية تقريبا نص ساعة. لا جيبي باقي الرز ايوه كله نزليه، ما يضيع لنا شيء. نشوف مستوى الموية إن كان يحتاج أو لا. وطبعا مستوى الموية عادة للرز 2 سنتي، يعني بحيث إنه يغطي الرز، بس إنك تشوفين الرز من خلاله. أعتقد يحتاج موية. أعطيني موية. كذا مستوى الموية تمام. راح أضيف فلفل طبعا اختياري. حضيف على الوجه بصل مقلي برضو اختياري، يعطي طعم ونكهة. بعد ما يطلع الرز راح يعني يتشرب الرز المرق، راح نضيف الروبيان شويات بس. شايفين الحين بدأ يتشرب الرز المرق. ايش بسوي؟ شفت الروبيان اللي طلعناه راح اضيفه كذا على وجه الرز، نخليه كذا على جنب. تنزل كل النكهات بسم الله، تنزل كل النكهات بالرز. وهدي النار، بخليها على نار هادية تقريبا نص ساعة 25 دقيقة بهالحدود. نقلته على نار هادية وحطيت تحتها حديدة. أنا أحب إيش لما أجي أطبخ الرز أكتمه بورق الخبز عشان البخار يسوي لي الرز، خليه كذا على راحته. نجي نشوف الرز ونكشف الغطاء عن المزيونة. شايفين شلون كاتمة البخار؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. ودي بس تشمون الريحة. يا تبارك الرحمن، الريحة خنينة اللهم بارك. يعني كل النكهات اللي في الروبيان نزلت على الرز. ما أقول لكم تبارك الرحمن كيف الريحة. شوف الرز ما شاء الله شلون نثري ويفتح النفس. قدمت المموش مع دقوس سبايسي كذا لذيذ وسلطة زبادي طبعا كلنا ورغبته، مرة لذيذ. يعني حتى لو تاكلونه كذا الحالة مرة راح يعجبكم. النكهات كذا متداخلة ببعض. طبعا أنا من عشاق الدقوس الحار، كذا حطيته على الرز، الطعم مو عادي. يعني لا أخفيكم أنا الحين اشتهيتها صدق. الطريقة كاتبتها لكم في نهاية الوصفة، جربوها وقولوا لي رأيكم. أنا متأكدة أنها راح تعجبكم. وبالعافية.